جبورايا قشتي دبويرين داوود التاغين أشرفية وشيخ مقصود الحلبي سي اندام هيفا صورة كرد جالي حكومة دمكيفا هاتن قرتن دماغو أركن خوي مروفي يداوين كرنا على كاريا يكم ولنرينا بجيشكي سيفيلين جوجيري شيباندور بونه بيك ديانين ام لهيفا صورة كرد بشراز دكن گو تیما ما بتواهی بکار مروفی مجول بو دوری هر اجنده یک سیاسی آن لشکری هر سه اندام ما ینگرتیجی اون یوسف حنان حموکو آجوکاری امبولانسی عبدالرحمن عبدو همشیره رامي حسين العلي برپسیار تیما بجیشکی گرتنا وان خبات کار مروفی بن پیکرینه که اشکره یا قانون مروفی یا نونتویی کوپاراسنا خبات کار بجیشکی و آلیکاری ددما پفچونان ده گارانتی دکه ام داخوازا بردانا هفکارین خواه بی شرط و مرج و گارانتی کرنا اولهی آوان و وگر آوان بو کاری وان امرووی دکن و ام آلیم برپرسیار جبو هر زرارا گودبه گوبسری وان وره بتواهی برپرسیار دبینن هر وها ام بانگ لهمور خسنین نابنتویی و مرووی دکن گوبلزگینی مداخله بکن کوريز لپرنسیبین خبات مرووی وره گرتن و کارمندین بجیشکی و آلیکاری اشهر آنجمانج گرتن آن گرتن ورن پاراستن هيفا صورة كرد دوازدي مهايكي 2026. بيان إلى الرأي العام. في ظل الأحداث الأخيرة في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود تعرض 3 من أعضاء الهلال الأحمر الكردي للاعتقال من قبل الحكومة المؤقتة، وذلك أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى وتقديم الرعاية الطبية للمدنيين المتضررين جراء الهجوم. إننا في الهلال الأحمر الكردي نؤكد أن فريقنا كانوا على رأس عملهم الإنساني البحت بعيدا عن أي أجندات سياسية أو عسكرية، وهم يوسف حنان حمكو سائق الإسعاف، عبد الرحمن عبدو ممرض، رامي حسين العلي قائد الفريق الطبي. إن اعتقال هؤلاء العاملين في المجال الإنساني يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الإنسانية وخاصة اتفاقية جنيف التي تضمن حماية الطواقم الطبية والإغاثية أثناء النزاعات. نطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط عن زملائنا وضمان سلامتهم وعودتهم إلى عملهم الإنساني، ونحمل الجهات المسؤولية كامل المسؤولية على أي أذى قد يلحق بهم. كما ندعو جميع المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل احترام مبادئ العمل الإنساني وحماية الطواقم الطبية والإغاثية من أي استهداف أو اعتقال. الهلال الأحمر الكردي قامشلو 12/1/2026.